السلام عليكم. تعالوا بقى اما اقول لكم النهارده على الطريقه الاصليه للكبده الاسكندراني بنفس طريقه العربيات او محلات الكبده المشهوره عندنا هنا في اسكندريه، واوفر عليكم السفر من محافظه للتانيه عشان تاكلوها. دي الطريقه الاصليه اللي اتربينا عليها وكبرنا على نفس الطعم بدون افتكاسات ولا زياده في البهارات. كمان هقولك على سر لونها الفاتح وازاي تفضل معاكي طريه وجوسي وريحتها توصل لاخر الشارع. يلا نسمي بالله ونشوف الطريقه. انا هنا معايا في الكبه او في الهون عادي راس طوم، حطيت عليها معلقه كبيره من هريسه الشطه ومعلقه من الثوم اللي ضرباه مع الفلفل الاخضر وقرن فلفل اخضر حامي بارد براحتك. حطي بقى معلقه صغيره من الكمون والكزبره والشطه، وحطيت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين من الملح. حطيت بقى عصير ليمونه كبيره كده، ضربتهم وبعدين زودت عليهم عصير ليمونه كبيره ومعلقتين من الخل. اخدت نص التتبيله قلبتها على كيلو من الكبده الاسكندراني او المتقطعه صفيري زي ما شفتيها كده. معايا بقى طاسه على النار او صينيه واسعه كده، ونزلت فيها بزيت. سبته لما سخن نزلت فيه معلقه، حطيت معلقه من الدقه اللي عملناها ريحتها طلعت، نزلت بالكبده. الكبده لازم توزعيها كويس في الطاسه، ما تجيش ناحيتها خالص غير لما تغير لون معاكي كده. هنا ابتدت بقى تغير لونها، قلبتها عشان تاخد لون حلو من الناحيه التانية. هنا خلاص الكبده كانت كلها اخدت لون واحد. نزلت بقى بالفلفل الاخضر اللي مقطعاه حامي بارد براحتك. معايا قرن من الفلفل الحامي، انا فتحت فيه فتحه كده بالسكينه. بعمل الحركة دي عشان لو معايا أطفال أو حاجة، لكن انتي لو عايزاها سبايسي قطعي عادي مع الكبدة. قلبتها بقى تقلبتين تلاتة كده، وطشيت الكبدة بتاعتي بمعلقة خل كبيرة محترمة. هقلبها تاني كده وهي خلاص دخلت على السوا. الموضوع كله ما بيكملش ال10 دقايق، زيها زي الجمبري، لو سبتيها هتجلد وتسود منك. في الآخر خالص بنزل بقى بمعلقة الدقة اللي فاضلة معايا، ومعلقة من هريسة الشطة لو عايزاها سبايسي. وهو ده بقى سر ريحة الكبدة بتاعت عربيات الشارع اللي بتجيب لآخر الشارع. معلقة الدقة اللي في الآخر وهرسة الشطة. هنا بقى الكبدة بتاعتي خلصت خلاص، طفيت النار عليها. واهم حاجة ما تطوليش زي ما قلتلك، بجبرها 10 دقايق عشان ما تجلدش منك. وده سر لونها الفاتح زي ما انت شايفة كده، وطراوتها وان هي مش مجلدة. عصرت بقى عليها عصير ليمونة كبيرة وقدمتها. وعشان تعملي اجمد سندوتش كبدة شبه اللي بناكله من عربيات الكبدة، يبقى لازم نحضر الطحينة بالدقة. هنا كان معايا طحينة، خففتها بشوية مية وشوية خل، وكنت شايلة معلقة كده من الدقة بتاعة الكبدة. ودي أحلى طحينة هتاكليها اللي بدقة الكبدة. عصرت عليها عصير ليمونة كده وقدمتها. تقدميها بقى شبه المحل المشهور هنا في اسكندرية اللي بيجيله الناس من كل المحافظات، بالعيش الفينو والجرجير وحبة المخلل براحتك، بس أنا بحبها في العيش البلدي كده. وتحطي بقى عليها شبه اللي بناكلوها على عربيات الكبد، تحطي عليها الطحينة والجرجير ومعاكي قرن الفلفل الحامي بتاعك وحبة المخلل، وبس كده هتاكلي اطعم والذ كبده اسكندراني دقتيها في حياتك وهتدعي يلا لي. جربي الوصفه. ولو عجبتك وصفه النهارده يا ريت ما تنسنيش في اللايك والشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك منا كل جديد، وتعليق لو بحرف عشان يرفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد ويستفيد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصحة وهنا.